السلام عليكم. اليوم حندير لكم بيتزا خفيفه ظريفه، عجينه بسيطه جدا تجيب بنينه بزاف. تابعي الفيديو للاخير، متاكده اللي راح يعجبكم ما تندميش عليه. كيلو 250 غرام فرينه، 4 ملعقه كبيره خميره الخبز، خلطي ملعقه كبيره ملح، 10 ملعقه كبيره زيت زيتون. حكيها جيدا بيديك بتتشرب الفرينه كل الزيت اللي قلتيه. لمي العجينه تاعك بحوالي لتر الا ربع ماء يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف خاصه في فصل الصيف. لميها جيدا وعجنيها حوالي 5 دقائق الى 10 دقائق. ديريها كريات عدليهم مليح. انا هذه الكميه دارت لي 7 قرص، انت على حسب حجم البلاطوات تاوعك. غطيها وخليها تخمر. حلي العجينه تاعك بسمك يكون شويه رقيق، حطيها في بلاطو يكون مدهون بالزيت. ديري صلصة الطماطم على كامل الوجه، الصلصة كنا درناها في فيديو سابق. زيتون أسود، قطع من الدجاج، قطع من التونة، قطع من الجبن. نديروها في فرن 180 درجة ساخن من قبل. خليها في الفرن حوالي ربع ساعة إلى 20 دقيقة على حسب الفرن تاعك. من بعد اجبديها، ديري لها رشة زعتر، راح تزيد في البنة نتاعها زيت زيتون. هاي البيتزا تاعنا واجده، جات بنينه بزاف، متاكده راح تعجبكم. شهيه طيبه.